السلام عليكم المتتبعات ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو الاخوات كنقول لكم شكرا بزاف على التتبع ديالكم الفيديوهات ديالي السابقه، شكرا للتفاعل ديالكم معهم، شكرا للناس اللي تاقوا فيا وداروا لي ابوني. المتتبعات ديالي العزاز فيما كانوا داخل الوطن خارج الارض الوطن، الاخوات في الجزائر الشقيقه، متتبعات ديالي في الديار الفرنسيه، شكرا لكم جميعا جميعا مغاربه العالم فيما كانوا، شكرا لكم بزاف. كما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات مكونات وحدين مع واحد الاختلاف بسيط في سميتو في المكونات. شي حاجه غتكون في الطبق الاول، شي حاجه ما غتكونش في الطبق الثاني. المهم خليكم معايا حتى تشوفوا الطريقه. باذنجان هو هذا كلشي كيعرفوا، خديته ونقيته مزيان ودرته في الماء باش ما كيتبدلش لونه ما كيكحالش. غنقدموا معكم اليوم بجوج ديال الطرق. عندي هنايا مطيشه، صوص طوماط ومطيشه طريه حبه. عندي هنايا الثومه والحار. دائما كنقول لكم الاخوات هذا الحار راه اختياري، اللي كيبغيه يديرو واللي ما كيبغيش يقدر يستغنى عليه، ولكن زعما هاد الاكلات الشعبيه راه ضروري خاص الحار يكون فيهم، وهذه راه اكله شعبيه بامتياز. غنحتاج فيها التحميره، الكمون هذا عندي راه مطحون على اليد في الدار، تبارك الله راه طالعه منه الريحه كتحمق. الملحه، الزيت البلديه مخلطه مع زيت نباتيه، واحد الكويس الماء الا احتاجيت نشلل شي اناء من العطريه ولا شرموله، الربيع ديالنا قزبر والمعدنوس كما كتشوفوا الاخوات. ايوا غادي ندوزو على بركه الله. خلاص هذه اللاطه ديالنا اللي كندخلوها للفران، حيت واحد الطريقه غيدخل فيها الباذنجان للفران. ايوا ما تمشيو فينا الاخوات، خليكم تبعوا معايا الطريقه. غنبداو على بركه الله. دابا غادي ندوزو نطحنوا هاد المطيشه ديالنا كما كتشوفوا الاخوات. صافي ودابا غادي ندوزو باش نطحنوا الربيع ديالنا مع الثومه مع هذا الحار باش نديرو دابا شرموله. ناخذ الربيع ديالنا بسم الله بهذه الطريقه، غادي نديروه كامل. وغادي نديرو الثومه ديالنا وغادي نديرو الحار وغنطحنو. دابا صافي الاخوات، الربيع ديالنا هو تطحن كما كتشوفوا. هو غادي ندوزو باش نوجدو شرموله. غندير الربع ديالي هنايا كما كتشوفوا، غندير الربع ديالي هنا غنشللها.
غندير معلقه ديال التحميره، معلقه الكمون، غندير الملحه، ندير شويه الزيت، صافي غنزيد مويها، الاخوات الوصفه الاولى ديالنا، الوصفه الاولى غادي ناخذ هاد المطيشه ندير عليها شويه ديال الشرموله بحال هكا، غنخلطها كما كتشوفوا. هادشي بالنسبه للوصفه الاولى، نخليها هنا. وغادي ناخذ لاطه اللي كتدخل الفران، غناخذ الدنجال ديالي بسم الله بهاد الطريقه، غنقطعو على شكل طولي، نخليه غليظ شي شويه والاخوات. كناخذوا القياس اللي غيكفينا، المهم حتى تعمر لنا الصينيه اللي غتدخل الفران. صافي كناخذوا هاد المطيشه ديالنا اللي فيها شرموله، كنكبوها فوق منه بشكل متوازي متساوي باش كله يكون فوق منه القريه وشرموله، راه كيجي زوين، غير جربوه. صافي كنبقاو بهاد الطريقه حتى كنغطيوه كامل بديك المطيشه وديك الشرموله، وكندخلوها الاخوات للفران. وهذا بعد ما تشرمل غادي نديوه دابا ندخلوه للفران، وغادي نرجع معكم باش ندوزو للطريقه الثانيه، الوصفه الثانيه. رجعت لكم الاخوات. الوصفه الثانيه ساهله، كيجي بحال الحوت، الدنجال مقلي بهاد الطريقه، غنقطعوه على شكل طولي ما غليظش بزاف. تبارك الله راه الباذنجان موجود في السوق دابا، اللي ما كيعجبوش طايب زعلوك يديروا بهاد الطريقه. ان شاء الله دابا نشارك معكم الطريقه ديال زعلوك في الفران وزعلوك على البوطه مشوي. صافي كنبقاو بهاد الطريقه الاخوات، كنشرملوه كامل حتى كيتقاس كله بشرموله، كنحسوا به بحال شرملتي الحوت هكا. وغادي نتلاقى معكم الاخوات من بعد حتى نكمل هذا الشيء ونرجع معكم. خليكم معايا ما تمشيو فيه.
دابا كما كتشوفوا الاخوات، من بعد ما شرملت البنجال ديالي وخليته كيشرب شويه، انا رجعت معكم باش نقليوه. الوصفه الاخرى راه كطيب في الفران الاخوات. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله راه شرموله مزيان. عندي هنايا شويه ديال السميده، غنزيد عليها شويه ديال الدقيق، غنزيد عليها شويه ديال الدقيق الاخوات للقريه. نص بالنص صافي. غنحركهم مزيان. وغنبدا كندير فيه سميتو البنجال ديالي في الطحين. ونحط هنا حتى غنجمع القياس ديال القليه. راه كيجي لذيذ، كيجي غزال بحال الحوت، غير جربوه غادي يعجبكم. هذه راه اكله شعبيه الاخوات. بقى بهذه الطريقه حتى غنجمع باش يعمر لي المقله. غير منين ديروه في الدقيق دقوا عليه شويه بيديكم باش ما يوسخ لكمش الزيت ويتحرق دغيا، باش تستافدوا من الزيت تقليو به بزاف د الوقت. صافي كنظن هادشي راه غيعمر لي المقله. غنمشي دابا باش نديروه في الزيت. خليكم معايا الاخوات. دابا غادي نقليوها الاخوات. غنديروا تويمه باش كتلذذ لنا الزيت. دائما كل مره كنديروا منسم مع الحوت كنديروا الحار. ودابا كندير لها شويه ديال الثومه نقشرها. صافي بهذه الطريقه الاخوات. نجيب فرشات غادي نبدا كنشوف اللي طابت غنقلبها. راه كيجي زوين الاخوات، كيجي بحال الحوت تماما. شرموله ديالو حيت هي شرموله ديال الحوت، وراه ماشي حوت طبعا، ولكن غير ديك الطيبه ديال الثومه مع الكمون والربيع راه كتلذو. الطريقه هذه مختلفه. المهم اكله شعبيه، هذه من الاكلات الشعبيه ديال بلادنا وصافي. الانسان كيحاول يتفنن ويغير كل مره. الدجاج راه عنده بزاف ديال الطرق باش كنحضروه، هذه وحده منهم. وصفه اخرى راه في الفران كطيب الاخوات. صافي كنبقاو بهذه الطريقه حتى كيطيب كامل. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. ايوا صافي حتى غنسالي ديك الكميه اللي عندي كامله، وغنتلاقى معكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي. وما تنساوش الاخوات ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو. الله يجازيكم بخير. فضلا وليس امرا. كما كتشوفوا الاخوات الوصفات ديالنا بجوج هما وجدوا. هذا الطبق الاول اللي مقلي كما كتشوفوا راه كيجي بهذا الشكل، كيجي غزال، كيجي بحال الحوت حتى في الشكل ديالو. هذه التويمه ديالنا من بعد ما طابت. هانتوما الاخوات شوفوا كيفاش كيجي تبارك الله. شوفوا التويمه حتى هي كطيب وكتطلق المذاق ديالها. عفوا الاخوات شوفوا. وهذه الوصفه الثانيه اللي درناها في الفران، حتى هي راه كتجي غزاله، كتجي لذيذه وكطيب تبارك الله. كطيب مزيان. هانتوما الاخوات كتجي بهذا الشكل هذا.
وكنتمنى يكونوا عجبوكم الوصفات ديال اليوم بجوج، وتجربوهم ان شاء الله وتردوا عليا في لي كومونتير. وما تنساوش الاخوات ديروا لايك وتابوناو في القناه. الله يجازيكم بخير وتبارطاجيو الفيديو. اليوم شاركت معكم هذه الاكله الشعبيه المغربيه البسيطه بمكونات موجوده في المنزل في كل دار وبطريقه سهله. وبصحتكم الاخوات، ومع السلامه، الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله.